هذا الغريب منين ونهل راحة وين ونهل راحة وين ما بسجن مظلوم ويا ذنب مسموم ويا ذنب وين الإمامك هذا الغريب منين هذا الغريب منين. السلام على المعذب بالسجون، السلام على الغريب، السلام على موسى بن جعفر عليه السلام. السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة لارسة. أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تواجدنا اليوم في محافظة بغداد وبالقرب من مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام لننقل لكم مراسيم هذه الزيارة المليونية الخالدة. ابقوا معنا. هذا الغريب منين ونهل راح وين من الشام يلا نشمي ونهل راح ما تبسجن مظلوم ما تبسجن بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأئمة الأطهار بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وبهذه الفاجعة الأليمة يقيم موكب عزاء أهالي سدة الهندية بنصب موكب خدمة لمدة 3 أيام تقديم وجبات الطعام والشراب، والحمد لله أهالي سدة الهندية متوافدين جميعهم لتقديم الخدمة. كذلك نزول موكب في تمام الساعة 3 عصرا من أمام شارع المحيط إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وبهذه المناسبة يقيم هذا الموكب ولمدة 20 عام هذه الخدمة مستمرين عليها، والحمد لله وفقنا الله لهذه الخدمة، خدمة آل محمد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم هاي النعمة والخدمة على جميع شيعة أمير المؤمنين وبالخصوص أهالي سدة الهندية والتوفيق إن شاء الله. كذلك نشكر قناة لارسة المواكبة والمستمرة والمتواصلة مع موكب أهالي سدة الهندية في جميع المحافظات وفي جميع المناسبات. نسأل من الله أن يوفقهم ويحفظهم على هذه الخدمة وعلى هذه التغطية، والحمد لله والشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خادم الإمام الحسين الحاج أسعد علي الحمداني، مسؤول وحدة مواكب ناحية سدة الهندية. باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مسجد واروح لك لا تبخل على إمامك هذا الغريب منين ونهل راحة ونهل راحة ما تبسجن مظلوم ما أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة لارسة، لازلنا مستمرين في هذه التغطية الإعلامية. معنا أحد خدام الإمام الحسين وخدام الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لك الأجر ولأمتنا الإسلامية وإلى أئمتنا وإلى أهل البيت كل أجمعين. موفقين إن شاء الله. من أي منطقة؟ إحنا بغداد الحسينية. موفقين يا رب. سولف لنا حول هاي الخدمة. إحنا خدمة مو جديدة، الموكب تأسس 2010. الطليعة المؤمنة موكب متكون من يعني من نفسنا، من أماننا الخاصة. مثلا صاحب الموكب موجود أبو محمد الزيرجاوي، فعملنا هو الخدمة لزوار الإمام الحسين.
ربي يحفظك شنو ويسلمك. الخدمات اللي تقدموها للزائرين؟ والله الخدمات اللي هسه احنا نقدم كبه، نقدم الصبحيه ريوق، مخلمه ما مخلمه، عندنا انواع اللي موجود اللي الله قاسمه نقدمه احنا للزوار. شفت الخدمه هاي السنه يعني واعداد الزائرين؟ الخدمه هي مستمره نفس الخدمه كل سنه، يعني مو جديده علينا خدمه الزوار ابو الجوادين، بس السنه الزياره سنه على سنه تزيد الزياره، رغم انه بروده الجو المسير مستمر لخدمة الإمام إن شاء الله. مأجورين إن شاء الله يسلمك. أبراد العذاري أحد خدام الموقف. ربي يسلمك. باقي الأثر لليوم وبيا ذنب مسؤوم وبيا ذنب هذا الغريب منين ها. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأرسة، لا زلنا مستمرين في هذه التغطية الإعلامية من داخل محافظة بغداد الحبيبة. معنا أحد زائرين الإمام الكاظم، الشاعر، الاسم بالخير؟ أحمد طالب من قضاء الغراف، مدينة الناصرية. موفقين إن شاء الله ومأجور. في الدعاء وحلك، عظم الله لنا ولكم الأجر في الدعاء وحلك، الله يسلمك. راح سمعنا والله للإمام الكاظم أكيد بعد تقول الكاظم ما يرد محتاج، والله الحاجة يقضيها، بس صفي النية وروح، ترى الصعبات هو اللي يقدر عليها. صح خلص أيامه بالسجن مقيود، بس من الصلاة جزع لياليها، وأول ميت بإيده ورجله قيود، بس بفعل عاش وكبر تاليها، وأول ميت بإيده ورجله قيود، بس بفعل عاش وكبر تاليها. الثمر لو مات عرجه ندري بيه يموت، وهو منها لسه الناس ينطيها. هنيال اللي بوقتك عاش يا مولاي، والذنوب انت بيدك عن نماحيها. في الدور للفرج يحسب ليالي وبالفرج يدري مماته. طامورة الأشرار ظلمتها ليل نهار، ظلمتها ليل نهار. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأرسة، لا زلنا مستمرين في هذه التغطية الإعلامية وبالقرب من الإمام موسى الكاظم عليه السلام. معنا أحد خدام الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عظم الله لكم. عظم الله أجر وأجوركم، ومن يعظم شعار الله فإنها تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. احنا من محافظة وسط قضاء النعمانية، احنا كافة الخدمات عندنا. شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ خدماتنا من الأكل، من الشرب، من كل شيء، من منام، احنا كافية. مأجورين إن شاء الله. إيش كم يوم صار لكم على هذا؟ احنا صار هنا 5 أيام، وكان موكبنا بالطريق على طريق الزوار على قطعة واسط نعمانية، وجينا هنا بمال كاظمية. موفقين إن شاء الله. شلون شفت أعداد الزائرين هذا؟ والله خير من الله. 400 صارت، سلام الله على بدون تشابه. 400 إمام الحسين نفس 400 مال موسى الكاظم عليه السلام. ما شاء الله يا رب. شلون شفت تعاون القوات الأمنية مع لا والله كل زين، كل زين، قوة أمنية بالانتشارهم بالشارع، زوار، خير من الله. موفقين إن شاء الله جميع إن شاء الله. أشكرك. بصفاتك ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياتك. دمعته ولهجة دعائك وبقلب خاشع صلاتك. للفرج يحسب ليالي وبالفرج يدري مماته. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأرسة، لا زلنا مستمرين في هذه التغطية الإعلامية من داخل محافظة بغداد الحبيبة.
معنا أحد خدمة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مأجورين إن شاء الله. جميعا إن شاء الله، عظم الله أجورنا وأجوركم. نعزي العالم الإسلامي بهذا الجلل المصاب بوفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. اسم الموكب هذا؟ موكب شهداء جسر الأئمة. موفقين. ايش كم يوم صار لكم على هذا؟ والله احنا اليوم صار لنا 5 يوم نخدم للزوار من المنام ماكو تعرف. شنو الخدمات اللي تقدموها للزائرين؟ الريوق، الغداء، عشاء، كل موجود. تعرف شاي. موفقين. رحم الله والديك الله. شلون شفت أعداد الزائرين هذا؟ والله أعداد هائلة، ونشوف القوات الأمنية هم قائمة بواجب الزوار، وإن شاء الله الأمور كلها طيبة وعدنا ماكو شيء إن شاء الله. الله يحفظنا الجميع إن شاء الله. الله يحفظك. اكتب اسمك بسجل الحجة، نهل راحة مات بسجن مظلوم، ما مرت أعوامي على سجن للفرج. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة لابسة، إلى هنا وصلنا إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. ندعو ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. لقناة لابسة، علي مهدي، محافظة بغداد.